واهلا بيكم في فيديو جديد، ومعاكم نهى في ريفيو جديد. الريفيو بتاعنا النهارده مختلف جدا، وهو ريفيو عن الصفحات او البيدجات او الجروبات اللي انا بتعامل معاها واللي بشتري منها العطور الخليجي واللي بتعامل معاها بقالي فترة طويلة. ايه الصفحات اللي كان التعامل معاها في غاية الاحترام والادب، وايه الجروب اللي بصراحة التعاملات معاه ما كانتش الطف حاجة. فحابة ان انا في الفيديو ده اعرفكم ايه اللي حصل معايا عشان تاخدوا حذركم ليس الا. قبل ما نبتدي الفيديو بتاعنا متنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، ويلا بينا تعالوا نشوف سوا ايه اللي حصل معايا في المنتجات اللي شايفينها معايا في الفيديو. طبعا في بداية الكلام وبشكل سريع جدا حابة ان انا اوجه شكر لكل الصفحات الجميلة اللي انا اتعاملت معاها، سواء في حسن تعاملاتهم، سواء في طولة صبرهم، سواء في اسلوبهم الراقي. ومن اجمل الصفحات دي هي صفحة مسك وعود، ودي من اقدم الصفحات اللي موجودة على الساحة اللي بتشتغل في العطور الخليجي والبخور والمباخر. بصراحة هم ناس في منتهى الأدب والذوق، وهم متابعيني على القناة. البنوتة اللي بتعامل معاها دايما حد جميل جدا وطولة البال جدا، وما في مرة رشحت لي حاجة غير لما كانت متناسبة معايا، ودايما بشرح لها ذوقي ايه وايه اللي بحبه وايه اللي ما بحبوش، وبتختار لي دايما المناسب. كان من افضل الحاجات بصراحة اللي رشحتها لي البرفان بتاع طيف الحب، والبرفان بتاع سر الملكة اللي هو عطر الغالية، وكمان انا الملكة وبنت حوران، وحاجات كتير بصراحة انا جايباها من عندهم. بصراحة البيج دي تعاملاتها في منتهى الرقي، الشحن ممتاز، طولة بال، ذوق، يعني غاية في الذوق، وحاجاتهم طبعا أصلية 100%. تيجي بعديها بيج جميلة جدا اتعاملت معاهم من بداية ما فتحوا البيج، وهم اللي من خلالهم قدرت أجيب برفانات كتير، لأن الأسعار بتاعتهم أول ما بدأوا كانت أسعار رائعة وممتازة، وجبت من عندهم حاجات كتير جدا حلوة. ومن أهمها البرفان بتاع الرصاصي الحريمي، لان البرفان دوت انا كنت مقيمة في دبي فترة، والبرفان ده انا كنت بستخدمه دايما، ولما خلص عندي لما نزل مصر ما كنتش بلاقيه بسهولة، وبصراحة هم وفروهولي. وحاجات كتير حلوة جدا انا اشتريتها من عندهم، يمكن نص البرفانات اللي موجودة عندي من جميع الشركات انا كنت جايباها من عندهم، لان بصراحة كانت اسعارهم حلوة جدا، وكانوا عاملين شحن مجاني، واعتقد برضو ان هم عاملين شحن مجاني لو اشتريتي 3 قطع او 4 قطع. بصراحة البيج دي كانت رائعة في تعاملاتها، وكان اي مشكلة بيعرفوا يتفادوها، كانوا بيحلوا المشكلة بكل ادب وذوق بصراحة. يجي بعد كده البيج بتاعت حواء سيكريت، والبيج دي اللي يميزها ان هي ليها موقع، تقدري من خلال الموقع بتاعهم تخشي تتصفحي وتشوفي اسعار البرفانات وتجمعي اوردرك، وكمان في شحن مجاني لو عملتي اوردر ب1000 جنيه. برضو ناس في منتهى الذوق. وحصل قبل كده ان انا جالي البرفان الاوتومايزر بتاعه بايظ، وبالفعل جم سحبوا البرفان وجابوا لي برفان غيره، يعني في نفس التوقيت واللحظة، يعني ما خدوش البرفان وبعد كده بعتولي غيره، لا ده جابولي البرفان جديد بدل القطعة اللي بايظة، وسلموني الجديدة وخدوا مني القديمة، وكانوا في منتهى الذوق واعتذار بقى واحنا اسفين، رغم ان الخطأ مش خطأهم، ده خطأ من الشركة المصنعة، ومع ذلك هم تفهموا الموقف بكل سلاسة وبساطة ويسر وبدلولي المنتج. وحصلت برضو كذا حاجة، يعني كذا موقف بيني قد ايه الناس دي ناس في غاية الاحترام، وبيهمهم العميل بتاعهم وبيهمهم المتابعة ما بعد الشراء. يعني هو احنا مش هنبيع المنتج وبعد كده احنا مش مسؤولين عنه، ولا في تضجر ولا في اي معاملة مش لطيفة من ان المنتج طلع فيه مشكلة، لان دي مشكلة خاصة بالمنتج نفسه، ويقدروا هم يتواصلوا مع المستورد اللي بيطلبوا منه المنتجات دي ويشوفوا للمنتج ده صرفة، لكن انا كعميلة ماليش ذنب ان انا اخد المنتج فيه عيب. وتيجي بعد كده صفحة من اروع الصفحات
اللي يعني وقعت في سكتي كده. طبعا وانا بعمل سيرش على الفيسبوك، دايما الفيسبوك لما بيلاقيكي بتعملي سيرش على منتج معين بيظهر لك كل الصفحات اللي عامله سبونسرد او اعلانات مموله، وكمان الصفحات اللي بتقدم المنتجات اللي انت بتعملي سيرش عنها. وانا طبعا كنت في الفترة الأخيرة دائمة البحث عن العطور الخليجي وكل ما هو جديد فيها. ظهر لي صفحة اسمها صفحة مكة برفيومز، أستاذ إبراهيم يعني حاجة موسوعة في البرفانات ما شاء الله عليه، وبيعرف كل كبيرة وصغيرة، وهو من الناس اللي مستمتعة بالمجال وفاهمة فيه قوي. فبرضو من الناس بقى اللي أنا بصراحة كان ليهم السبق في كل حاجة. أي جديد هتلاقيه موجود على البيج بتاعت مكة برفيومز قبل أي بيج تانية، لأن البيج دي الموقع الأساسي بتاعها أسوان، وبيجي لها الاستيراد قبل ما يوصل القاهرة، فدايما عنده كل جديد. وبصراحة وفر لي حاجات كتير أنا مكنتش لاقيها بسهولة، زي برفان كشف، رغم إن البرفان ما عجبنيش بس هو متوفر عنده. البرفان بتاع ميار، برفانات كتير بصراحة كنت بدور عليها ولقيتها عنده. يعني أنا اشتريت من عنده مسمم وخمرة، واشتريت خمرة كمان كان قبل ما سعرها بقى يضرب ويوصل في العالي، كان قبل ما الدولار يعلى. واشتريت من عنده نبراس ووجود، واشتريت من عنده كل البرفانات الجديدة، والبرفان برضو بتاع اوان. كل ما هو جديد هتلاقوه عند صفحة مكة برفيومز. نيجي بقى لأسوأ بيج او صفحة انا اتعاملت معاها، وانا مش حابة اذكر اسمها. لو انتوا حابين ان انتوا تكتبوا لي تحت في التعليقات اسمها مفيش مشكلة، لكن انا مش هذكر اسمها في الفيديو. بس ديكوا نبذة مختصرة عن النشاط بتاعها، وكتير من البنات هيعرفوها لان عرفتها عن طريق الكومنتات بتاعتكم. بنات كتير قالت لي نهى انتي مهتمة بالبرفانات الخليجي، ده في جروب كذا كذا، الجروب ده بيبيع البرفانات بسعر اقل من البيدجات التانية اللي انتي بتتعاملي معاها. لان انا دايما كنت بكتب لكم في التعليقات انا شارية البرفان ده من صفحة كذا من جروب كذا، حسب ما كنتوا بتطلبوا مني. نهى انت شارية البرفان ده منين؟ بقول لكم اسم البيج. نهى شارية العطر ده منين؟ بكتب لكم اسم البيج. وانا عموما ما بحبش اسوق لاي بيج، اللي بيشتري على مسؤوليته الشخصية. وكل البرفانات اللي انا بعرضها لكم دي برفانات انا شاريها من فلوسي، مش بعمل اعلان ولا انا مجبرة ان انا اعمل اعلان. ولكن انا في الفيديو ده حبيت ان انا اشكر الصفحات دي. ليه؟ لان يعني لما كان في مثل بيقول اللي يشوف مش عارف ايه يعرف قيمة ايه، حاجة كده يعني. حابة ان انا احكي لكم تجربتي بقى مع الجروب دوت، اللي انا مش هذكر اسمه ولا هحط صورته على السكرين زي الصفحات اللي فاتت، لاني انا مش حابة اسوق له. ده اول حاجة. تاني حاجة، كتير من البنات منكو عارفينه، هو جروب بيبيع بدايل وشايف نفسه ان هو احسن حد في السوق ومفيش حد بينافسه، ولكن ما يميزه هو انخفاض اسعاره عن الاسعار المتداولة في السوق. طيب انخفاض الاسعار ده بقى جه منين؟ كانت اول وقعة ما بيننا ان انا طلبت اوردر، والاوردر دوت انا ما اكدتش عليه، كان في حاجة لسه مش واخدين عليها اتفاق نهائي. كان المفروض يشوف لي بيان معين عن المنتج، وهوب لقيته شحن الاوردر، وانا بعت لحضرتك الساعة 8 الصبح وحضرتك ما ردتيش عليا. يعني هو هل انا المفروض ان انا ابقى قاعده مستنيه مسج من الاستاذ عشان خاطر ارد عليه اذا كان يشحن الاوردر ولا لا؟ طب ما حضرتك ممكن تنتظر لغايه ما العميل يرد وبعد كده ابقى اشحن اوردرك عشان خاطر الاوردر ما يبقاش فيه خطأ. وطبعا الاوردر اتشحن وانا ما استلمتش الاوردر، لان الاوردر خارج فيه منتج انا مش عايزاه. تمام. وفي شرط اساسي، يا تستلمي الاوردر كله ما تستلميش الاوردر خالص. انا ما بحبش اوردراتي تتفتح. من الحاجات اصلا اللي ضحكتني، انا مش بثق في شركه الشحن اللي انا بتعامل معاها. ده بتوع الشحن ممكن يسرقوا المنتج ولا يخبطوا المنتج ولا يكسروا المنتج. انا شركه الشحن دي واجهتي. يعني انا لو بتعامل مع شركه شحن انا مش واثق فيها، يبقى يعني بشيلهم المنتجات ازاي؟ يعني ايه فكره ان انا اتعامل مع شركه شحن انا مش واثق فيها؟
فدي كانت اول فاجعه بالنسبه لي. يعني انا دايما حتى لما انا طبعا انتوا عارفين ان انا عندي جروب وان انا بشتغل سيلز ليدر في شركه ايفن، وان انا بشتري المنتجات بخصم العضويه وببيعها عشان خاطر الناس تستفيد، او لو جالي هدايا من الشركه ببيعها وبستفيد. فبرضو عندي جروب وعندي مناديب، والمناديب دي واجهتي، انا لازم ابقى مختاره المندوب كويس جدا، ولو انا مش واثقه ان هو هيحافظ على المنتج زي ما خرج من عندي ويوصله للعميله او للعميل زي ما خرج من عندي، يبقى ما شايلوش اصلا الاوردر من الاساس. اول القصيده. وبعد كده انا اتحملت تكلفه الشحن، وانا جيت بعد فترة قلت لا خلاص انا خدت اكشن، يعني مش هتعامل، لان لقيت الاسلوب مش لطيف. جيت بعد فترة لقيت عروض على حاجات وانا محتاجاها وعجباني طب ايه الموقف دلوقتي؟ انا محتاجة 1 2 3، هيحصل زي المرة اللي فاتت ولا هيبقى التعامل لطيف؟ لا تمام وتفضلي وعناية لحضرتك. وفي تحول، في تحول فجأة نبقى ناس راقيين وذوق، وفجأة نقلب على الوش التاني ويبقى التعامل في أسوأ، في الدرك الأسوأ من التخيل. شحنا أول أوردر، جالي برفان بالغلط مش أنا طالباه. اتكلمت وقلت ازاي أوردر يجيلي بالغلط؟ رد المندوبة عليا قال لي ده عادي يا فندم، بيحصل كده في كل الأوردرات اللي بتخرج معايا من الجروب دوت، ان بيخرج للناس برفانات بالغلط. طيب نتواصل مع الاستاذ صاحب الجروب، استلمي الاوردر كله يا اما ترجعيه كله، يعني استلمي الاوردر كله يا ترجعيه كله، حضرتك الخطأ من عندك مش من عندي. ومع ذلك هوب اوردرك اهو، اتفضل اشبع بيه مفيش مشكله. تاني يوم تريرين تريرين مندوب اتصل، كلاكيت تاني مرة الاوردر جاي وفيه برضو برفانة غلط. يعني انا دلوقتي وقعت في غلط المفروض اتفاداه، يعني انا عندي مشكلة وقعت فيها فاتفاداها. خلاص الاوردر خرج مرة غلط، خلاص العميلة دي ناخد بالنا، يعني ما نخرجش اوردر تاني غلط. كلاكيت تاني مرة الاوردر جاني وبرضو فيه برفانة بالغلط، برفانه مش انا اللي طالباها، ويا تاخدي الاوردر كله يا ترجعي الاوردر كله. قلت له لا اسفه بقى، اخد الحاجات اللي تخصني، والبرفانه اللي جت بالغلط دي هخصم ثمنها من الاوردر وترجع. ليه وليه الدنيا قامت وقعدت، والمندوب ممكن يضيعها والمندوب ممكن يكسرها، وانا بعت لحضرتك الاوردر متسلفن، يرجع لي متسلفن، رغم ان انا لفيت البرفانه في اللفه اللي جات لي. انا خرجت البرفانات بتاعتي ولفيت البرفانه في اللفه اللي جات لي ورجعتها حفاظا على المنتج، لان انا اللي مرضهوش لنفسي مرضهوش لغيري. وحضرتك اسلوبك صعب في التعامل ومش عارف ايه، وحضرتك بتسالي عن الاكسبايرنج ديت، وانا عمري ما شفت حد بيسال عن الاكسبايرنج ديت. طب ايه اللي يزعلك؟ انت واحد بتقول برفاناتي كلها لسه جديده وحديثه وانا الاول في السوق وانا نمبر 1 ومحمد رمضان وحاجه جميله جدا. طب ايه اللي يزعل حضرتك ان انا اسالك على حاجات الاكسبايرنج ديت بتاعتها قريبه ولا بعيده؟ وبالفعل تاني اوردر جالي برفانة الاكسبايرنج بتاعها هيخلص في شهر 8 2023، يعني هي فاضل لها اقل من 6 شهور ولا 7 شهور وتنتهي. يعني ايه؟ ولما رفضت استلامها حضرتك لا تعاملاتك صعبة ولا مش عارف ايه. طب ما انا منبهة لحضرتك، انا منبهة على حضرتك قايله لك ان انا بعمل ريفيوهات عن العطور دي، والعطور دي انا ما بستخدمهاش على طول وبشيلها وبخزنها، فمن الافضل ان الانتاج بتاعها يكون حديث وان الاكسبيرنج ديت بتاعها يكون بعيد. هو حد ضامن يعيش بكره يا استاذه؟ وهو حد وفول عليا، ويعني فول عليا بالموت، اللي هو انت يعني انت ضامنه ان انت هتستخدمي البرفان، وانت ضامنه ان انت تعيشي لبكره؟ فمعامله في منتهى الرقي، منتهى رقي. انا مش عايزه اقول لكم ان انا فوجعت من اسلوب تعاملاته. وبعد كده هو شخص عنده شيزوفرينيا، مزدوج الشخصيه، احيانا يكون لطيف وعنيا، واحيانا يبقى على الوش التاني وعلى النقيض، والاسلوب غايه يعني مستوى متدني من الاسلوب. المهم عشان الفيديو طول مننا، حصلت بقى مرة والتانية والاوردر يجي بالغلط، وحضرتك كده تحملتيني تمن الشحن. طب هو غلط غلطي ولا غلط الناس اللي بتحضر الاوردرات؟ اصلا انا بخرج 100 اوردر في اليوم، واصل احنا شغالين من نار. يا سيدي ربنا يوسع عليك ويزيدك، اشتغلوا بنظام، اشتغلوا بحرفية، مش تخرج للناس الاوردرات غلط والمندوب يضحك ويقول لي حضرتك مش اول عميلة الاوردر يجي لها
بالغلط، او يجي لها برفانات غلط. يعني معنى ذلك بقى ان انتوا شغالين كده غوغاء، ده في كده هرجله، في عدم تنظيم للامور. يعني مش انا العميله الوحيده اللي بيحصل معاها كده. وحضرتك بدل ما تعتذر وتقول انا اسف وده غلطه الفريق عندي او غلطه اللي بيحضر الاوردر، حضرتك يعني تتهجم عليا في الكلام، وفيها ايه يعني ومش فيها ايه يعني نقيض شتان في المعامله. انا عمري ما شفت انسان يبقى مخطئ او يبقى الناس اللي بتساعده على خطأ ويدافع عنهم وهم على خطأ. ده في مثال بيقول العميل دايما على حق، ما بالكوا بقى بكل اللي حصل دوت. فاختصارا بقى للامور، اخر اوردر وصلني بقى كان اوردر الفاجعه ده بقى، كان يعني اوردر كان مليان بلاوي. بس كان قبله في اوردر جات لي البرفانه بتاعت سكينه، البرفانه بايشه. انا هنزل لكم فيديو على السكرين. البرفانه من بره السلوفان بتاعها سليم، العلبه بتاعتها سليمه 100%. البرفانه من جوه عيب تصنيع، عيب من الصنع نفسه. البي بقى يقول لي ايه حضرتك، البرفانه قعدتيها عندك يومين، وانا شروط الجروب عندي ان انت خلال 24 ساعه تستبدليها، وحضرتك الاوردر خارج من يوم السبت وانت استلمتي الخميس، فانا مش مشكلتي كده البرفانه تبقى قاعده عندك اسبوع. يعني البرفانه في شركه الشحن بقى لها اسبوع عشان المناديب، وشركه الشحن اللي هو بيتعامل معاها ما يعلم بها الا ربنا. ومره اتصل بيا الساعه 9 الصبح، ومره التانية الساعه 11 بالليل، اللي هو يعني عايزين ناس مقطوعه لهم، بس بصرف النظر يعني الله اعلم بظروف شركه الشحن دي. ولكن البرفانه دي حرفيا كده كان عايز يلبسها لمندوب الشحن. حضرتك ما قلتليش ليه في ساعتها عشان خاطر، او في يوميها عشان خاطر انا كنت البسها في شركة الشحن؟ طب حضرتك فين ضميرك؟ يعني فين ضميرك؟ انا بقولك ان البرفانة عيبها مش عيب، يعني مش اتخبطت من مندوب الشحن اتكسرت ولا حد هبدها جامد. ده هو زي ما انتوا شايفين كده الغطا بايش، البرفانة زي ما تكون الزيت العطري بتاعها طالع عليها من بره، البرفانة بايشة. البرفانة كانت متغطية بالقطيفة، البرفانة تدوسي عليها كلها مزيتة، الغطا بايش والاوتومايزر بايظ، والبرفانة نفسها الازازة فيها مشكلة. ويقول لي ايه انا كنت هقول ان المشكله في شركه الشحن وكنت هلبسهم تمنها. طب فين ضمير حضرتك؟ طب هي المشكله مش من شركه الشحن، بدليل ان لو من شركه الشحن كان الازازه اتكسرت وكانت غرقت العلبه كانت هتبقى ريحتها ريحه العطر. فمن هنا بقى ايه اللي هو ايه، لا ده الراجل ده يعني ايه، في حاجه كده مش مظبوطه. جالي اخر اوردر بقى بعد مناوشات بقى ومروح ومجي ولا وانا لو حد تاني غيري مش هيبدلها ومش عارف ايه، خلاص انا هشوف لها صرفة وابدلها لك بعد كام يوم. يعني بعد كام يوم كده سابني اللي هو ايه، انا هشوف رد فعلها ايه، هتعمل ايه وبعد كده ابدلها لها او ما بدلهاش حسب مزاجاته. انا معرفش هو خدها عمل بيها ايه، بس هي ما تخصنيش، هي تخصه، دي حاجة يعني خاصة بالاستيراد. هو يتواصل بقى مع اللي بيستورد منه ويقول له البرفانة جايه لي بالمنظر دوت، ياخد بدلها يعمل لها استبدال، دي حاجة تخصه هو. نخش بقى على الحاجات اللطافة اللي جات لي. جاي لي برفانات، كنت طالبة برفانات بتاعة الرصاصي، برفانات تخيلوا انتاجها امتى؟ منتجة من 2016. انتوا عارفين احنا في 2023، عارفين البرفانة دي كده هي بقى لها عنده كام سنة؟ عدوا معايا كده، 7 سنين. برفانة منتجة من 7 سنين، نقول هي ديسمبر 2016، نقول بقى لها 6 سنين. برفانة عنده بقى لها 6 سنين. تمام. واحدة تانية هوس. طبعا انا بنبه ان العلبة تبقى سليمة، طبعا العلبة عشان بقى لها فترة. بصوا جايالي بالمنظر دوت زي ما انتوا شايفين، وبصوا الانتاج 2017. برفانات بقى لها 6 سنين. بصوا منظر العلبة. فيعني انا بصراحة يعني مش عارفة. هي البرفانات طبعا ارخص من سعرها بكتير. يعني انا البرفانة دي انا جايباها بنص سعرها اللي بيتباع بره، بس فين الامانة، فين الضمير؟ يعني فين برفانة بقالها 6 سنين منتجة؟ البرفان دوت كان منزله على الجروب ان هو حجمه 100 ملي، وهنزل لكم البوست على السكرين دلوقتي. واللي جات لي 50 ملي. طبعا الاستاذ المندوب اللي بيجيب الحاجة الموتوسيكل تحت، حضرتك شيكي على الحاجة بسرعة، الحاجات بتتسرق، البضاعة بتتسرق. فين الضمير؟ طيب فين الضمير لما البوست يبقى محطوط فيه صورة برفانة
100 ملي والبرفانه تجيلي 50 ملي. يعني فين الضمير؟ اخر حاجه بقى اللي كانت الطمه الكبرى بقى وخليته يعمل لي بان من على الجروب، بسبب ان انا بقى اللي هو بتكلم على الواتساب بقى ده بذوق فما نفعش. فدخلت بقى صورت وريت الناس اللي عماله تشكر وتقول استاذ مش عارف ايه، والذوق والادب والاخلاق والبتنجان. جالي البرفانه دي ضمن برفانات كتير كنت طالباها وهعمل لكم عنها ريفيو باذن الله، من شركه الرحاب. سمعت عنها كتير بس ما جربتهاش، لكن برفاناتها بصراحه روعه روعه، رغم ان سعرها قليل جودتها عاليه وثباتها ممتاز. هكلمكم عن كل الانواع اللي انا طلبتها. جالي طبعا البرفان دوت وانتاجه زي ما انتم شايفين كده 2019. البرفانه دي عنده من 2019 8 2019، والبرفانه جايه لي حرفيا نصها نقص، شايفين؟ والبرفانه طبعا انا شغاله في برفانات فاعرف البرفانه يعني ايه متجربه ويعني ايه البرفانه لسه جديده. يعني هم قالوا على الجروب ان البرفانات بتاعت شركه الرحاب بتيجي مسربه ومش عارف ايه. اللي هتسرب يعني ها كده تبقى الازازه ناقصه كده، لكن مش نصها. بالاضافه ان اللي هتسرب الاوتومايزر بتاعها مش هيبقى شغال، هتطير من اي حته. لكن مش هاجي ادوس على الاوتومايزر الاقيه بيبخ. انا لما ادوس والاوتومايزر يطلع من اول مره، يعني حد جرب البرفان ده، حد استخدمه. بصرف النظر بقى هو فعلا جاي ناقص من الشركة او حد استخدمه، انا دي مش مشكلتي اللي في الاساس. انا مشكلتي ان البرفان يجيلي بالشكل دوت زي ما انتم شايفين. طبعا البرفانة قديمة جدا عنده، مش انتاج حديث، مقارنة ببرفانة تانية جبتها في نفس الاوردر والاكسبايرنج ديت بتاعها في 27. دي انتاج حديث والبرفانة جاية كاملة وزي الفل. وانا حتى هحط لكم، انا البرفانات دي ما رشتش منها غير رشه واحده من كل برفان. فبصوا الفرق. هحط لكم الاتنين جنب بعض عشان تشوفوا الفرق. وانا هنزل لكم برضو صوره بالكيس بتاع الشحن مصورهم له اول ما الاوردر وصلني، لان كمان كان في برفانه تانية بس دي شيكت عليها في ساعتها والمندوب وقف واديتها للمندوب رفضت استلامها. هنزل لكم برضو صورتها، اسمها هاف مون. جايه لي بقى الاوتومايزر بايظ والغطا بايظ وناقصه برضو نصها وحاجه كده في منتهى الابتذال بصراحه. واكلمه الاستاذ يقول لي ايه انت شاريه برفانه ب75 جنيه؟ ما هيش ب75,000. وبقول له حضرتك ترضى تشتري برفانه من اي بيدج ناقصه؟ يقول لي انا ما بشتريش برفانات ب75 جنيه. حضرتك انا وزنك برفانات، يعني انا اوقفك كده واوقف كل اللي يخصوك واوزنهم برفانات. حضرتك خش عندي على القناه وشوف انا عندي البرفانات دي بالكراتين من الارض للسقف. برفانات ايه اللي ب5؟ حضرتك عارف ان انا جايبه البرفانات دي عشان خاطر اعمل عنها ريفيو. دي اول حاجه. تاني حاجه، يعني هل الناس اللي بتحط برفانات ب75 جنيه دول ناس شأنهم قليل مثلا؟ يعني برفانة جودتها عالية وممتازة وريحتها حلوة وبتثبت، بصرف النظر بقى ب75 ولا ب75 جنيه ولا ب75,000، ده ما يقلش من الشخص اللي بيحط البرفان. انا بدفع فيها ال75 جنيه عشان اخدها كاملة، مش بدفع فيها ال75 جنيه عشان اخد نصها. يبقى انا كده بقى ادفع نص تمنها، مش هدفع تمنها كامل. وهي لو حتى مش مبخوخ منها زي هو قال لي حضرتك كدابه وحضرتك مش مستوعبه ان هي جايه من المصنع كده، جايه من المصنع كده، حضرتك مستلمها ليه كده؟ تخرجها للعميل ليه كده يا استاذ يا فاضل يا صاحب جروب البرفانات يا متميز يا اللي بتجيب الحاجه سبق قبل اي حد؟ فين ضميرك؟ فين ضميرك؟ طب اكتب ان هي ناقصه، اكتب ان هي هتيجي ناقصه، يا اما تخلي المندوب يرجعها. لكن تقولي اصل حضرتك تعاملاتك صعبه، اصل حضرتي بفهم. حضرتك متعود على الناس اللي انا عايزه ازازتين من دوت تشيل يا معلم، لكن حضرتك تتعامل مع حد فاهم ده مسبب لك ازمه نفسيه. فانا بحذركم من ان انتوا تتعاملوا مع الجروب دوت، او تكونوا على حذر وانتوا بتشتروا المنتجات منه، تراجعوا على الاكسبايرنج ديت. لان انا جالي كذا برفانه كانت منتهيه الصلاحيه وحاجات كانت قربت تنتهي الصلاحيه بتاعتها، وزي ما انتوا شايفين اهو قدامكم انا يعني بوريكم. بصوا الكلام اللي عليها بايش من كتر ما الصلاحيه بتاعتها قديمه وقاعده بقالها فتره. بصوا العلبه منهكه، دايس عليها قطر.
وحاجة تانية مش تجاري، مكتوب في البوست 100 مللي تجيلي 50 مللي. طبعا انا مش مسامحة في الفلوس اللي اتدفعت، مش مسامحة في الفلوس اللي اتدفعت في البرفانة دي ان انا اخد نص برفانة حتى لو هي ب75 جنيه. طبعا هي بتتباع بره ب90 جنيه، بس انا ادفع 90 جنيه بس اخدها كاملة. يعني انا ادفع 90 جنيه في البرفانة بس اخدها كاملة، وادفع 90 جنيه في البرفانة بس اتعامل معاملة كويسة، واتعامل مع ناس راقية، ناس ذوق، ناس شيك. تمام. البرفانات دي موجودة على الموقع بتاع هواء سيكريت ب90 جنيه، فرق 15 جنيه. وطبعا انت لو عملتي اوردر ب1000 جنيه بتاخدي الشحن مجانا. فالجروب اعتقد ان انتوا معظمكم عارفينه، لان في ناس كتير بتروج له. وحتى لو الناس دي تعاملاتها مع الشخص ده كويسة، فده كان تعاملي مع الشخص ده، رغم ان هو عارف ان انا يوتيوبر وان انا هطلع واحكي تجربتي عن التعامل معاه. بصراحة انا كنت مستاءة جدا مع كل اوردر بيجيلي، كان بيبقى فيه مشكلة. مفيش اوردر جالي من الاي تو زد يعني كنت مبسوطة بيه. بالاضافه ان في حاجات كتير بقى جات لي من جوه بايظه. يعني انا عندي البرفان بتاع شيفون روج، الازازه من جوه حمراء ومقشوطه، معرفش بقى عيب تخزين ولا ايه. وتيجي تكلميه تلاقيه متضرر. طب ما يا عم انا كمان متضرره، انا عايزه حاجه سليمه، انا عايزه حاجه سليمه، حاجه اما اجي استخدمها يبقى شكلها حلو، احطها على التسريح يبقى شكلها حلو، اما اجي اصورها يبقى شكلها حلو. مش اجي اطلع البرفان الاقي اللي لونه رايح واللي مقشر واللي ليه يعني ليه؟ ولما اقول ان في مشكلة ليه متضرر؟ لا، انت منتجاتك تخصك. الواحد بيكون حريص وهو بيجهز الاوردر للعميل ان هو لما يفتح الاوردر يبقى قد ايه مبسوط، مش يبقى قد ايه متضايق ان هو اتعامل مع الكيان ده او مع الجروب دوت. لا، يبقى حريص ان هو يشتري من الجروب ده تاني. فاحنا برضو احنا شغالين في المجال وبنحضر اوردرات وبنفهم يعني ايه برفان مرشوش منه، ولا برفان جاي كده من الشركة ناقص. وناقص حضرتك ما تستلموش ناقص وتبيعه ناقص. ليه تجبرني؟ ليه انا كعميلة؟ اصل ده عيب في الشركة. انا مالي؟ انت اللي مسؤول، انت اللي مسؤول عن عطر زي ده مش انا. فانا حبيت ان انا احكي لكم تجربتي كامله. عطر جاي غش تجاري، مكتوب 100 مللي وجاي 50 مللي. عطور بقالها 6 سنين متخزنه، عطور محطوطه في النص في وسط البيعه كده، اللي حديث الانتاج واللي بقاله حبه حلوين وجاي ناقص. وحياة بنتي البرفان دوت جاي بالشكل ده، وحياة بنتي الغالية اللي ما بحلف بيها كده البرفان جاي ناقص نصه. انا ما رشيتش منه غير رشه واحده، والرشه اللي انا رشيتها عرفت ان هو مرشوش منه لان الاوتومايزر طلع من اول رشه. يعني البرفان ده اصل ده زي ده اهو، حتى نفس الازازه، لان الشركه دي الازايز ليها اشكال كتير. فده معناه ايه؟ ده معناه ايه؟ واقول له، يقول لي ده حضرتك تتحملي معانا، ده عيب تصنيع. انا مالي؟ ذنبي ايه؟ فيا جماعه خدوا بالكم. انتوا حابين ان انتوا تكتبوا تحت في التعليقات اسم جروب وانا اقول لكم اذا كان هو ولا لا، تمام. لكن انا لا هحط صورته في الفيديو ولا هذكر اسمه في الفيديو، عشان خاطر انا مش عايزه اروج له. يعني مش عايزه اسمه يتذكر عندي في القناه اصلا، يعني ما احبش. المحترم نحترمه ونشيله فوق راسنا ونقول ان هو محترم، ونقول احنا اتعاملنا مع البيج دي والبيج دي محترمة. وعلى فكرة انا بشتري برفانات كتير واكيد واجهتني مشاكل كتير، لكن عمري ما شفت شخص زي ده. عمري ما شفت في التعامل شخص زي ده. وعلى فكرة كل البرفانات ويشهدوا كل البيجات اللي انا بتعامل معاهم، بتكلم معاهم في موضوع ان البرفانة تيجي التغليف بتاعها مظبوط، ان البرفانة يكون الاكسبايرنج ديت بتاعها بعيد، تكون انتاج حديث. والناس اللي بتلاقي ان المنتج مش مطابق للمواصفات بتبعتلي، لا يا فندم المنتج مش هيتناسب مع حضرتك. عندي سكرينات انا لما بعمل اوردر من على البيج بتاعت هواء سيكريت بيبعت لي الاكسبايرنج ديت بتاع كل منتج ايه قبل ما يشحنوا. ناس ذوق، ناس كمل، ناس محترمين. حتى بيدج الخليجيه عمر ما حد تضرر. ناس واثقه في بضاعتها، ناس واثقه في تعاملاتها، ناس واثقه في شغلها. فالواثق من حاجته ما يضايقوش ابدا ان العميل يتاكد ان هي سليمه وان هي تمام. لكن اللي متذبذب ومش واثق في نفسه طبيعي ان هو يعمل حركات مش لطيفه زي دي.
ويحط جوه الاوردرات حاجات مش مظبوطه، ايشي حاجات بقالها 6 7 سنين، وايشي حاجات المفروض تبقى 100 مللي ومبعوثه 50 مللي. ده مش اسلوب بيع وشراء يعني. احنا داخلين على رمضان ومعرفش هنروح من ربنا فين يعني. خلاص هي كلها حبة وهنقابل كلنا وجه كريم. اللي بيقول انت هتعملي حد ضامن يعيش لبكرة؟ حضرتك هيفرق معاكي الاكسبايرنج ديت ايه؟ حضرتك ضامنه تعيشي لبكره؟ الراجل فول عليا ما كان عايز يموتني. يلا خلصت الكلام عشان خاطر انا طولت عليكم كتير. انا عارفه ان كتير منكم مهتم ان هو يعرف ايه الجروب دوت، وكتير منكم مهتم ان يعرف الناس المحترمه اللي انا بتعامل معاها ويتعامل معاها، حتى لو الفرق الزياده حاجات بسيطه. فانت هتاخدي في مقابل الزيادة دي خدمة ما بعد البيع، هتاخدي معاملة محترمة، هتاخدي شحن محترم، هتاخدي اسلوب راقي في التعامل. ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة. انا اسفة ان انا طولت عليكم، بس كالعادة حبيت ان انا اشارككم تجربتي. انتوا زي ما انتوا عارفين انا شغاله في ايفون، ومع ذلك بقول الحلو حلو والوحش وحش، ما بيفرقليش، لان انا برضو بشتري المنتجات بفلوسي رغم ان انا مديره مبيعات في شركه ايفون. ولكن انا بدل ما انا شاريه المنتج بفلوسي انا الشخصيه، انا من حقي ان انا اقول رايي بكل صراحه في المنتج، واقول اذا كان فعلا حلو ولا فعلا وحش، وكل حاجه فيها الحلو والوحش. ايفون شركه محترمه جدا، ولما برضو بيكون في مشكله بتتصلي بخدمه العملاء وتبدلي المنتج وبيقابلوكي بصدر رحب. بس بنقول دي شركه عريقه وليها سمعتها. برضو احنا كجروبات او كبدجات احنا لازم برضو نبقى ناس قد ثقة العملاء بتوعنا، وناس محترمين، وناس اسلوبنا راقي. ما ينفعش لا يكون عندنا الا الضمير، ولا يكون عندنا غش تجاري، ولا تحت اي بند من البنود ان احنا نعامل العميل بتاعنا بقلة ذوق وجليطة ونغلط فيه ونتجاوز حدودنا. ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة. اتمنى ان انا اكون افدتكم، عشان خاطر اللي بيتعامل مع الجروب دوت انا ما بحبش اقطع رزق حد، وانا مش عامله الفيديو ده عشان خاطر انتوا ما تتعاملوش مع الجروب. لا، اتعاملوا بس تكونوا على حذر، شيكوا على الاوردر بتاعكم كويس، ولو في حاجه لقيتوها خلال 24 ساعه رجعوا المنتج والتزموا بشروط الجروب. يعني انا واحده كنت بشتري 10 برفانات، فمستحيل ان انا افتح ال10 برفانات اشمهم واشيك عليهم ورا بعض. يعني ما فيش حد طبيعي بيشم 10 برفانات في طلعه واحده. فطبيعي ان انا كنت ممكن افتح كل يوم برفانتين 3 اجربهم. يعني الدنيا ما قامتش وقعدت، فرقت من 24 ساعة ل 48 ساعة بقت البرفانة مش بتاعته. فهي ضماير وكل واحد وضميره، واذا كده انت ضميرك سامح لك ان انت تبيع البرفانة عشان هي ب75 جنيه فتبيعها ناقصة، فانا مش مسامحة في فلوسها، ومش مسامحة في اي حاجة كان فيها غش. انا شارية في شهر واحد برفانات بحوالي 7000 جنيه في شهر واحد، فحضرتك خسرت عميلة مهمة جدا. والفيديو دوت يعني اتمنى ان هو يوصل لاكبر عدد من الناس اللي بتتابعني هنا على القناه، عشان انا اللي بتتابعني بخاف عليهم، انا بخاف على المتابعين بتوعي جدا، وما احبهمش ان هم يتعرضوا لنفس التجربه السيئه اللي انا اتعرضت لها. شيروا الفيديو ده يا بنات على قد ما تقدروا عشان خاطر انتوا تستفيدوا وغيركم يستفيد. لو في اي حد تعرفوه بيتعامل مع الجروب دوت شيروا له اللينك. اعتقد ان انتوا عرفتوا من الاسعار انا بتكلم على انو جروب، وتاني مرة انا لا هقول اسمه ولا هقول اسم الشخص اللي انا اتعاملت معاه، لان انتوا غالبا وبنسبة كبيرة عرفتوه. اتمنى اكون افدتكم. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، واشوفكم في فيديوهات حلوة كتير، ريفيوهات احلى على خير. باي باي.